حضرتك تانية هاجي لك يا استاذ وائل، لان بس معانا على التليفون دلوقتي اللواء أركان حرب حسام سويلم، المدير السابق لمركز الابحاث الاستراتيجيه للقوات المسلحه. مساء الخير سياده اللواء. مساء النور يا اهلا وسهلا. الكلام اللي حضرتك سمعته دلوقتي، هل ممكن حضرتك تعلق لنا عليه؟ طبعا احنا عارفين انه في التزام معلن من القوات المسلحه من البدايه تماما ان القوات المسلحه لم ولن تطلق رصاصه على الجيش المصري. رغم ذلك هناك بعض على الشعب عفوا رغم ذلك هناك يعني بعض القصص والحكايا التي بدأت تزيد في يعني عبر الأيام والأسابيع القليلة الماضية. تعليق حضرتك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أود القول أنني اطلعت على ال20 مطلب الخاصة بمظاهرة أو اعتصام يوم 27 مايو، ودي في رأيي تعني باختصار شديد هدم كيان الدولة المصرية على النحو اللي تم في العراق منذ حرب 2003 وبيعاني منه العراق النهارده. الفوضى الخلاقه اللي بتتنفذ زي بالظبط ما قالت عليها كوندريزا رايس سنه 2006. اضطرابات وحرب اهليه في العراق وتدخلات اجنبيه ومجاعه، وده هذا المطلب او هذه المطالب بتؤكد بناء شرق اوسط جديد، الخطه اللي حطها واعلن عنها بوش في 2003 واتاكدت في 2006، وتستهدف في النهايه تفتيت مصر الى عده دويلات نتيجه الفوضى اللي هتحصل. طيب عايز اقول اكمل كلامي ده. لا حضرتك هتكمل سياده اللواء، انا بس عايز اشرك المشاهدين معانا، بس اعرض عليهم المطالب اللي حضرتك اشرت اليها لانه لم نعرضها عليهم بعد. مطالب كتيره قوي. نعم موجوده معانا على جرافيكس، يا ريت يا جماعه تحطوها لنا علشان نتابع بس مع حضرتك اللي بتقول. 20 مطلب موجودين قدام. نعم. اللي عايز اقوله ان احنا النهارده ماشيين بالطريقه بتاعتهم دي الى تنفيذ الفوضى الخلاقه وتنفيذ شرق اوسط جديد وتفتيت مصر الى عده دويلات سنيه مسلمه وقبطيه عاصمتها اسكندريه دويلة النوبة اللي موجودة في واخدة جزء من جنوب مصر وجزء من شمال السودان. هل هذا يرضي أي حد في مصر النهاردة؟ هو ده اللي بيحصل في العراق، هو ده اللي بيحصل في السودان، هو ده اللي المطلوب حصوله في مصر. وبعد ما لبنان النهارده تحول الى 6 كنتونات، مطلوب ان احنا من الولايات المتحده واسرائيل ان ده يحصل في مصر، ودي مخططات اجنبيه جابوتينسكي اتكلم عنها، برنارد لويس اتكلم عنها، البريجينسكي اتكلم عنها، جورج سوروس اللي درب الناس بتوع مجموعه 6 ابريل وهو لاخره في نيويورك. المجموعات دي كلها واخد هذا التلقين، وامريكا صرفت باعتراف اليو اس ايد 270 مليون دولار على تنفيذ هذه الخطه عشان المشتريان يدرك. هذا هو المخطط المطلوب. لحظه سياده اللواء، الولايات المتحده اعترفت ان هي تامرت لاحداث ثوره في مصر؟ ساعدت في بناء هذه الثوره وانفقت عليها 270 مليون دولار، وفي تدريب حصل لهم في امريكا وفي صربيا، والكلام ده مسجل، واذا حبيت ان انا اجيبه لك مسجل واعلنهم عندك موجود، وفي الوثائق بتاعت ويكليكس. لا انا اقدر لحضرتك لو حضرتك امدتنا بالتسجيل بتاعه، واوعد حضرتك انه لو موجود هنذيعه في اطاره يعني في معنى. لكن انا عايز اسال سيادتك، اسال سيادتك انه يعني من ضمن المطالب اللي حضرتك اشرت اليها اللي هي موجوده، مطالب اللي هم هيطلعوا ميدان التحرير يوم الجمعه، من بينها على سبيل المثال محاكمه مبارك واسرته واركان حكمه محاكمه فوريه، من بينها محاكمه قتله شهداء الثوره. كل اركان، اديني فرصه بقى اتكلم. اتفضل. كل اركان النظام السابق اما انها في السجن ومعاهم رجال الاعمال، حزب الوطني يتحل، مبارك قاعد تحت الحجز هو ومراته واولاده في السجن. المشكله في اجراءات وفي نائب عام بيتولى التحقيق واتحال النهارده للمحاكمه الجنائيه. ايه مطلوب اكتر من كده؟ هم عايزين اعدامات، عايزين دم، عايزين مشانق زي اللي عملها الخميني في ايران وزي الثوره الفرنسيه ما حصلت وزي اللي بيحصل في الصومال. المطلوب دم، مطلوب اعدامات، وده اللي هيبسط هؤلاء الناس. وبعدين هتدور الدائره عليهم لان الثورات بتاكل ابنائها كما شفنا قبل كده في الثوره في ايران، وشفنا في فرنسا وفي غيرها. الثورات بتاكل ابنائهم والمكنه هتدور، وهيطلع الناس هيتهموا اللي موجودين دلوقتي بالعماله، برضه هيتهموا اللي موجودين دلوقتي بقبض فلوس،
واحنا عارفين الفلوس اللي اتصرفت. اللي انا عايز اقوله فيما يتعلق بالكلام اللي طلع عن المجلس العسكري، المجلس العسكري قال من البدايه انا لا اريد حكم واريد العوده بسرعه الى السكنات، لان دي مش شغلتي، انا شغلتي الدفاع عن امن البلد. وضح خريطه الطريق، خريطه الطريق دي اتعرضت في الاستفتاء وتوافق عليها بنسبه اكثر من 70%. في انتخابات في سبتمبر، في بعد كده مجلس الرئاسه، وبعدين في حكومه مدنيه. نعم. النهارده هذا الكلام ماشي، وفي انتخابات في سبتمبر القادم هتجرى، ثم بعدها انتخابات الرئاسه. ما هو المطلوب اكثر من ذلك؟ نتحول تدريجيا الى الحياه ممكن استاذن سيادتك سياده اللواء سويلم. حكومه ثوره في حكومه مدنيه بتنفذ هذا الكلام. سياده اللواء سويلم، بس ممكن حضرتك طرحت تساؤل. انت مش عايز اتكلم؟ لا اله الا الله. لا بالعكس، حضرتك انا بس حضرتك طرحت تساؤل. انا اريد احد الشباب انه يحاول يجيب على حضرتك علشان تكون حوار يعني مثمر جميعا نستفيد منه. هكمل كلامي وبعدين اللي عايز يتكلم. هكمل كلامي الاول. اللي انا قلنا بالنسبه للي بيجرى النهارده، المحاكمات اللي بتتكلموا عنها بتتم في تحقيقات بتتم. الكوره كان النظام السابق بالكامل في السجون، حزب الوطني اتحل، النهارده بنبني الدوله. ما تبصش ورانا، اللي ورانا بيتولاها النائب العام اللي المطالب النهارده اللي مقدمها 27 مايو بتطالب ان هو يتعزل وينتخب نائب عام وينتخب ناس جديده في القضاء، وعايزين مجالس ثوره جديده او لجان ثوريه في جميع مرافق الدوله، يعني امن دوله جديد، يعني زي حزب البعث يعمل لجان في كل حته، حتى في الجيش عايزين يعملوا هذه اللجان. هذا كلام مرفوض، واذا ما كانش يتقبل ابتزاز بقى هنروح بدل التحرير وهنفضل قاعدين. ما دي سياسه ابتزاز. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. طيب. قلت النظام السابق ممكن بس استاذن سيادتك بس عشان بتجري استفتاءات امن. طيب. الانتخابات هتجرى في سبتمبر القادم، بعدها انتخابات رئيس جمهوريه، يتسلم الدوله الحكم للمدنيين، الدستور الجديد يتحط بواسطه لجنه هتنتخب، وبعدين الجيش يرجع السكنات يتولى مسؤوليته. عايزين ايه اكتر من كده؟ ترد عليا. طب ما هو حضرتك تديه فرصه هيرد. اتفضل يا استاذ وائل. اتفضل يا استاذ وائل. انا في وجهه نظري انه البيان اللي على صفحه دعوه ثوره الغضب الثانيه 27 لا يمثل توافق ولا اجماع. ده في رايي. طيب جميل جدا الحقيقه دي. طيب. وبالتالي يعني وده بنقراه من مين اللي بيدافع فعلا عن الافكار دي وحاططها في التدوينات اللي نزلت امبارح والى اخره. البيان ده يعني في اكتر من بيان، في اكتر من جهه تبنت اليوم ببياناتها بشروطها. في ناس قالوا حاجات، في ناس ثانيه مش موافقه عليها بتقول لا. ودي طبيعه الديمقراطيه، ما ناخدش يعني طريقه من تسفيح حاجه ان احنا ناخد الطرح القصوي بتاعها ونقول بص دول عايزين يعملوا كده. اللي مطروح مش في تقديري، ودي قرايه انا وائل خليل اللي انا بمثل نفسي مش بمثل حد. طيب. انه مفيش اجماع على المطالب اللي على الصفحه دي. ايه من الملاحظات اللي تفضل بيها سياده اللواء دلوقتي يعني لفت انتباهك ويهمك انك تناقشه معاك؟ الفزاعه. اللي عايز اقوله اذا كنتم مش بس لا انا واقفين ليه واقفين ليه 27 مايو تعيدوه؟ ما تعترضوا كلامهم. ما احنا مش هندفع. والله على تويتر حضرتك بنعترض والله. بتقولوا ايوه احنا هندفع برضه رغم ان احنا مش مأيدينهم، انما هندفع. ما هو ده اللي عايزينه. انت عارف ان هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه 27 مايو؟ بيقولوا عندنا اسماء اللجنه جاهزه بتاعه الدستور، والدستور نفسه مواده جاهزه، وعندنا اسماء المجلس الرئاسي اللي هم طالبينه جاهزه. بس تعالوا انتوا معانا. ده مش مطلب اجماع وطني. طيب انت وقعت في الثلاثه ده بالظبط دول 15 واحد الرئاسي اللي احنا قاعدين هنا لا ضد المجلس الرئاسي. في اجماع على الاقل من الضيوف في الاستوديو انه مش عايزين مجلس رئاسي. ربما ما تحضروش 27 مايو يا اخويا جمعه الغضب. هي في فكره حضرتك بعد اذنك يا فندم كلام وبعدين تحضروا. طيب البلد تتحرق زي ما العراق بتتحرق. ما تقولوا ما تعبروا عن رؤوسكم صح وما تحضروش. لا ان شاء الله ما فيش حاجه هتتحرق. جزء من التعبير بعد اذن حضرتك يا فندم هو جزء على فكره من التعامل مع المطالب ديت، وده كان نقاش موجود. هل اللي مش عاجبه المطالب ما يظهرش خالص في اليوم ده عشان يبقى لوحده؟ وفي فكره انه لا، ليه احنا عندنا مطالب توافق، عندنا مطالب نقدر نتكلم عليها، مطالب ائتلاف شباب الثوره بتعبر عن درجه من التوافق بمطالب ضيق. وبصوا للمستقبل. والله احنا بتوع المستقبل. ما تبصوش للماضي بقى، بصوا للمطالب بتاعت المستقبل. البلد اللي بتنهار والاقتصاد اللي بينهار، كلكم عمالين تبصوا لورا. فين حسني مبارك؟ ما هو في السجن الراجل ولا في المستشفى؟
بصوا للمستقبل وشوفوا البلد اللي بتضيع. اذا كنتوا طويلين طيب. صحيح. شكراً. الماضي خلاص ورا ظهرنا. يعني مش كله حضرتك لسه ورا حضرنا، وبعدين من لا ماضي له لا مستقبل له. يعني على اي الاحوال يعني انا شاكر جدا جدا لسيادتك المداخله دي، لان فعلا حطت كده مجموعه مؤشرات انها ممكن مجموعه مؤشرات يهمني ان انا اتكلم فيها بعد طيب. اذنك يا استاذ يوسف. اللواء اركان حرب حسام سويلم، المدير السابق لمركز الابحاث الاستراتيجيه للقوات المسلحه. نوره اتفضل. انا اكتر حاجه لفتت نظري في مداخله سياده اللواء انه في خطاب جديد، اتهام للثوره بانها صناعه امريكيه وان اللي عملوها عملاء. الثوره دي نزل فيها 20 مليون مواطن يعني بتعداد تصريح القوات المسلحه. لو البلد دي فيها 20 مليون عميل يبقى ما تستاهلش تبقى بلد. لا، ولا القوات المسلحه كانت هتقبل ان هي تبقى وكيله للشعب بالظبط. يعني هل هذه الثوره هل هذه الثوره صناعه امريكيه واللي دعوا اليها ناس عملاء؟ بيتكلم على الثانيه، هو بيتكلم على الثوره الثانيه. لا كان بيتكلم على الاولانيه. حسني نيت. كان بيتكلم على الاولانيه. لو الثوره دي اللي دعا اليها و6 ابريل اللي بدعاهم سورس ومش عارفه مين واللي حركها، حتى لو ال 20 مليون مش عملاء، دول الناس مضحوك عليهم، انما في 15 واحد عملاء ضحكوا على 20 مليون.